السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. النهاردة جايبة اوريكم طريقة والدتي في عمل الصلصة. تنفع للمحشي، تنفع للطبيخ، لكل استخداماتك، الشكشوكة، لكله. ما تبقاش ممززة زي ما يعني طريقة الصلصة العادية بتمزز، او تبقى فيها حتة كده من مع الوقت كده بيبقى ليها نكهة كده غريبة كده، الصلصة المتخزنة في الفريزر. الطريقة دي سهلة جدا ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، والله طعمها تحفة وروعة. دي طماطم، معلش على البخار بيطلع على الكاميرا. دي طماطم مقطعاها، غسلاها غسلة كويسة قوي، ومقطعاها بالسكينة كده قطع زي ما انتوا شايفة كده، لا كبيرة ولا صغيرة. وسبتها على النار لغاية يا ما تقلت كده والطماطم اللي فيها اتهرت. الاضافات اللي بحطها لها عندي هنا بصلتين متقطعين كده وبنجرايه، هضربهم على الكبه وانزل بيهم على الصلصه. وعندي كمان 4 معالق سكر ومعلقه كبيره ملح هضيفها عليهم. طبعا الملح والسكر ما انت حافظه. هضرب البصل والبنجر في الكبه وهنزل بيهم واوريكم شكلهم وده يا حبايبي شكل الصلصه. هي بصوا حمرا حتى من غير ما احط لها البنجر والبصل اللي بشرتهم في الكبه. هضيفهم كده عليهم واقلبها واسيبها برضو تغلي وتتسبك في بعضها. ليه انا بحط البنجر وليه بحط البصل؟ البصل بيديها نكهه حلوه، والبنجر طبعا علشان يعزز لونها، يبقى لونها احمر بزياده. هي اصلا من غير بنجر والله حمرا. اعملوها بالطريقه دي، مع ان كان فيها يعني اصفر كتير، بس بالطريقه دي بتخليها حمرا وزي زي الدم كده. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ انا لا هضربها بقى في الخلاط لافتكاسه ولا هعمل لها اي حاجه. كل اللي انا هعمله هسيبها تبرد خالص، يا اما اكيسها يا اما اعلبها واحطها في الفريزر. بتبقى قمه في الروعه. طعم ما بتحدقش، اللون حلو جميل، بيفضل على اخر حبه فيهم، بيبقى طعمها ولونها جميل جدا. شايفين طبعا اللون بتاعها عامل ازاي؟ ما شاء الله، الله اكبر. لو تلاحظوا لحم الطماطم كان اصلا اصفر، بس بالطريقه دي طريقه مامتي، بتدي والله طعم ونكهه للصلصه غير طبيعي. هي يعتبر كده كأنك مسبكه الطماطم، مش مصلصاها، مسبكه الطماطم. قطعناها وحطيناها على النار فقط لا غير. وبعد ما بتبدأ تغلي وتبدأ تنزل ميتها وتتهري بمعنى اصح، ننزل عليها ب3 معالق سكر او 4 معالق سكر على حسب الكميه اللي معاكي. دي عدايه طماطم كامله ومعلقه ملح. ضفنا 4 معالق سكر ومعلقه ملح، وضفنا بنجرايه عشان اللون، وبصلايتين بشرناهم في الكبه وحطيناهم عليها بعد ما غلت كام غلوه. هتغلي كام غلوه وبعد كده نطفي عنها النار خالص ونسيبها تبرد. وبعد كده بعد ما تبرد تماما نكيسها ونحطها في الفريزر. في ناس بتحط البنجر صحيح يا جماعه، البنجر لما بيتحط صحيح كده بيبان في الصلصه، لكن هي مبشوره كده هتمتزج معاها ومش هتبان خالص خالص في الصلصه. انت عارفه دول لو طلعت طبعا هتكيسيها على قد الطبخات بتاعتك. قبل ما تطبخي هتطلعيها تفك شويه، تضربيها ضربه في الخلاط مع حبه ميه وتحطيها تتسبك مع البصل او مع الثوم، او لصلصات المكرونه، او اللهم صل على النبي، او للشكشوكه، او لاي اكله انت حابه تعمليها. بيبقى طعمها تحفه تحفه تحفه، احسن من اللي انت بتصلصيها وتحطيها في بطرمانات او تحطيها في الفريزر. مع الوقت هتيجي لها يعني ما تكملش كام شهر كده وليها تبقى ليها ريحه كده. هتبقى حتى لو طبختيها في الاكل وسبكتيها وسبتيها على النار هتلاقي ليها ريحه، وهتلاقي اللي هي المتصلصه بالطريقه العاديه اللي بنشوفها كتير من اليوتيوبر او الناس او امهات زمان او الايام الحاليه كانت بتعملها. الطريقه دي والله بطريقه مامتي بتعملها بالطريقه دي.
بتاخد اخر قطرة من التسبيكة بتاعتها دي اللي هي الصلصة، من غير ما طعمها يتغير، من غير ما ريحتها تتغير، من غير ما يجرى لها اي حاجة نهائيا، وتستخدم لكل حاجة انت حابة تحطي فيها طماطم. ان شاء الله باذن الله كده الصلصة دي او التسبيكة دي هتقعد معانا حتى سنتين 3 سنين، طالما حطها في الفريزر وبتاخدي منها على قد احتياجك وترجعيها تاني، ما بيجرالهاش اي حاجة نهائيا نهائيا خالص. حتى لو فرض ان طلعتي حبة وفكت خالص منك ورجعتي فرستيها في الفريزر مش هيجرالها اي حاجة. عن تجربتي الشخصية انا ليا سنين بعملها بنفس الطريقة دي، والله بتبقى طعمها وشكلها وريحتها زي الفل. هتستخدميها في طبخ على لحمة، هتستخدميها في وصفات، في اكلات، في كل اللي يخطر على بالك هتحتاج فيها طماطم او صلصة، مش هتحسي بيها في الفرق ولا طعم ولا لون ولا ريحة. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وان شاء الله هوريكم برضو شكلها هي ومتكيسة في الاخر قبل ما احطها في الفريزر وهشيلها ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهيستنوا بقى نهاية الفيديو هتكون بطريقة التكييس بتاعة التسبيكة او الصلصة بتاعتنا. عايزة اقول لكم دي كمان لو يا دوبك قطعت شوية بصل وشوحتيهم على النار وخدت كيس من الصلصة دي انت ومفرزاها وتحطيتيها عليهم وعملتيها للمحشي، بتبقى فوق الرهيبة. اقسم بالله كانت في المحشي السنة اللي فاتت كانت طعمها حكاية. جربوها وعلى ضمانتي، وان شاء الله هتدعوا لي وهتدعوا لمامتي بطريقة الصلصة والتسبيكة بتاعتي دي. طريقة جديدة وغريبة، لا خلاط ولا صفي ولا عصوري ولا الكلام ده كله خالص، احنا في غنى عنه. وطبعا لا وقت ولا مجهود يسمح لنا ان احنا نقف باليوم عشان نخلص مثلا شوية طماطم او عدية طماطم. انا عملتها ما خدتش ساعة معايا، غسل وتقطيع وحطيتها على النار سبتها تتسبك، ويا دوبك فرمت البصلة والبنجرايه والملح والسكر فقط لا غير. وادي يا حبايبي شكل الصلصة النهائي. بصوا حمرا ازاي، بصوا حمارها شديد ازاي. كله السر كله في الطريقة اللي قلت لكم عليها، وسر حباية البنجر بتديها طبعا، بتعلي القيمة الغذائية فيها وبتخلي لونها احمر بالشكل ده مهما كانت الطماطم عندك صفراء او مش حمراء او يعني مش عاجبك لونها، هتخلي الصلصة بصوا لون الحمار بتاعها جميلة جدا وحمرا حمار شديد. يا رب اكون افدتكم بالفيديو انا وكده ويكون عجبكم. واللي طبعا اول مرة يزور قناتي ما ينساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والنهاردة